استراليا من اغلى دول العالم ومن اجملها على الاطلاق، وحجمها كبير جدا جدا جدا، وعلشان تسافرها لازم اسلوب وطريقه مختلفه تماما هنتكلم عنها لاول مره في القناه هنا. وممكن افتكر مفيش حد على اليوتيوب سافر لمده 6 شهور بالطريقه دي. الطريقه دي هتكون وفرت عليا سكن ببلاش طول فتره السفر حوالين استراليا. مش بس كده، ده في اخر الرحله كمان قدرنا ان احنا نكسب حوالي 7 ل 8000 دولار فوق التكاليف الرحله. وده اللي احنا عايز اوريه لك النهارده، وهشارك معاك التجربه دي كامله، ازاي قدرت ان انا اسافر 6 ولايات جوه استراليا لمده 6 شهور، وقدرت ان انا اعمل اكتر من 8000 دولار كمان. لما بدات افكر في الرحله ما كانش فيه غير حل من 3 حلول، وهو ان انا اول حاجه انك تشتري عربيه وتسافر بالعربيه وتبدا انك تأجر فنادق. بس المشكله اللي واجهتها في الموضوع دوت ان الفنادق في استراليا غاليه. اقل حاجه هتقابلها وبكواليتي قليل جدا هتكون ب 100 دولار في الليله. 100 دولار في الليله انت دخلت كده لمده 6 شهور في تكلفه حوالي 18000 دولار، فده طبعا تكلفه عاليه جدا. الحل الثاني ان احنا كنا في عربيات مجهزه، ومفيش اكتر من العربيات دي موجوده حوالين استراليا، اللي بيكون فيها سرير وفيها مطبخ وفيها حمام وفيها كل حاجه مجهزه انك تعيش فيها لمده ال6 شهور دي، ودي اسمها الكامبر فان. بس المشكله برضو في الطريقه دي ان ايجار العربيه دي بيتكلف في الشهر حوالي 3000 دولار. ف 3000 دولار في 6 شهور، فانت برضو رجعت تتكلم في حوالي 18000 دولار في ال6 شهور كتكلفه فلوس هتصرفها ومش هترجع لك تاني. اكتشفنا الحل الثالث، وهو ان احنا نشتري حاجه نسافر بيها ونبيعها بعد اما نخلص الرحله. طيب ايه الحاجات المتاحه اللي نقدر نشتريها ونسافر حواليها؟ ولقيت اللي انا قارنت بينهم. اول حاجه ان انت تشتري كامبر فان دي، انك تشتري العربيه الكامبر فان دي ومجهزه حلوه وجميله وكل حاجه، بس مشكلتها حاجه واحده بس، انها بصعوبه انك تمشي فيها في الطرق الغير ممهده واللي محتاجه دفع رباعي، فمش هتقدر تشوف اماكن جميله جدا في استراليا وموجوده مفيش اكتر منها في استراليا. اغلب المناطق في استراليا الجميله اللي انت عايز تزورها الطبيعيه موجوده في طرق غير ممهده بتحتاج دفع رباعي. فدي كانت اول مشكله بالنسبه للموضوع ده. وتكلفه العربيه بنتكلم في حوالي من 40 ل 60 الف دولار استرالي. الحل الثاني ان انت تجيب توب روف تنت، ودي خيمه بتركب فوق الظهر العربيه من فوق لو انت معاك عربيه دفع رباعي، ودي تكلفتها قليله، يعني بتتكلف من 2000 ل 4000 دولار تقدر تشتريها. بس ده مكان تقدر تنام فيه، بس ما هوش مجهز باي حاجه انك تقدر تطبخ او انك تدخل حمام، فهتحتاج انك دايما انك تروح مكان كامب لازم تدفع فيه فلوس برضه وانك تعيش فيه. والحل الاخير اللي احنا استقرينا عليه هو ان احنا نشتري كارفان نشده بالعربيه، وقيمته كانت حوالي 36 ألف دولار. بس الكرفان ده كان مجهز زي ما انت شايف في الفيديو ان انت تدخل فيه في اماكن غير ممهده، بس محتاج تشتري معاه عربيه. العربيه لازم تكون دفع رباعي وليها طاقه دفع مش اقل من 2.5 ل 3 طن عشان تقدر انك تدفع معاك الكرفان دوت. الكرفان ده مجهز زي ما انت شايف في الفيديو بسرير بحمام بمطبخ، في كل الامكانيات اللي انت محتاجها وانت مسافر على الطريق. في من فوق زي ما انت شايف في الفيديو سولار بانلز، ودي حاجات عشان تقدر انك تستخدم انك تولد الكهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه وانك تشحن البطاريات منها. وفي حاله ان مفيش شمس مثلا، فاحنا اشترينا معانا مولد كهرباء حطيناه في ظهر العربيه، بحيث ان في اي وقت مفيش شمس ان احنا نقدر نشحن بطاريات العربيه عن طريق الشمس، ان احنا نولده عن طريق الكهرباء. عايز اقول لك ان احنا استقرينا بعد ما اشترينا الكرفان ده، قدرنا ان احنا نقطع في الرحله اللي هنتكلم عنها كمان شويه في 36 الف كيلو متر، ودي بالمناسبه 3 اضعاف نص قطر الكره الارضيه، لان نص قطر الكره الارضيه حوالي 12800 كيلو متر تقريبا. قدرنا في ال6 شهور دي ان احنا نعيش حريه مطلقه بدون انك تخاف على انك تدفع الايجار. قدرنا نروح اماكن عايز اقول لك ان على مسافه كيلومترات مفيش جنس مخلوق، احنا بس اللي موجودين في المكان دوت. وصلنا في مناطق عشنا فيها على المحيط زي ما انت شايف، عشنا بس من صيد السمك. يعني عايز اقول لك ان احنا قعدنا في اماكن وصلنا فيها لمده اسبوع مثلا او اسبوعين بس عايشين ان احنا بنصطاد من السمك وبناكل وعايشين من خير البحر بحريه مطلقه، بتطلع بيها بره الروتين الصعب اللي احنا بنعيش فيه يوميا حياتنا كلها تقريبا. Cooking baby, the weather? Yeah. Never
ever buy a caravan with an outdoor kitchen is useless as fuck. That's what happened when we are cooking. We can't leave the awning. It's rainy, it's shit. Don't ever buy it. دي كانت اسرع طريقه قدرنا ان احنا نتقابل فيها مع الاسترال، وان احنا نتعلم عادات وتقاليد اللي هو الشعب الاسترالي، وقدرنا ان احنا نندمج معاهم اكتر، وقدرنا نشوف الناس دي بتعيش ازاي وايه هي الهوايات المفضله بالنسبه لهم، زي اللي هو الكامبينج وصيد السمك، الغطس، كل الرياضات اللي هم بيحبوها هنا. قربتني كتير جدا 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 الرحله دي ان انا افهم فعلا المجتمع الاسترالي. مش بس كده، ده انا خلتني الهدف الرئيسي اساسا من الرحله دي ان انا كنت اسافر حوالين استراليا كلها، اشوف كل الولايات، لان انا بعد ما عشت في استراليا 6 سنين في ولايه زي سيدني او كوينزلاند، كنت عايز اوصل ايه هو اجمل ولايه ان انا اقدر اعيش فيها في استراليا اللي بقيت عمري كلها. وعلشان اوصل لها انا ما كنتش عايز اسمع من حد بس، انا كنت عايز ان انا اخوض التجربه بنفسي وان انا اشوف كل الولايات بنفسي. طيب السؤال هنا، ازاي انا كواحد مثلا هبدا ان انا اخد رحله حوالين استراليا في اماكن طبعا فاضيه جدا ما فيهاش اي بني ادمين؟ ازاي هعرف اماكن التخييم، اماكن مثلا الحمامات العموميه لو احتاجناها في اي لحظه مثلا في اي حاجه، الاماكن التخييم اللي بفلوس، اماكن التخييم اللي ببلاش، كل الحاجات دي علشان توصل لها في استراليا. وبالمناسبه الشديده جدا استراليا من الدول الفريندلي جدا او الودوده جدا بالنسبه للناس اللي عندهم هوايه التخييم، وكل الناس الاجانب الاوروبيين بالذات لما بيجوا استراليا دي هي الطريقه اللي بيستخدموها عشان يلفوا حوالين استراليا بارخص تكلفه ممكنه. الحل بقى علشان توصل لكل المعلومات اللي انت محتاجها وانت في الطريق هو ابلكيشن اسمه كامبرميت، والابلكيشن دوت فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها خاصه بالتخييم. كل اللي ما عليك انك تعمله غير ان انت تعمل فلتر لحاجات معينه اللي انت بتبحث عنهم، سواء محطه بنزين، اماكن تخييم ببلاش، اماكن تخييم بفلوس، اي حاجه محتاجها هتلاقيها موجوده في الابلكيشن دوت. وهتلاقي مش بس كده، هتلاقي فيه ريفيو كمان، ان الناس بتحط تعليقات وما تقدرش تتحكم فيها زيها زي الجوجل، ايه الاماكن الكويسه وايه الاماكن الوحشه، ايه الاماكن اللي انت المفروض تزورها كمان، وايه الاماكن اللي انت مش يعني هتعرف كمان منه المناطق والاماكن الجميله اللي انت المفروض ما تفوتهاش وانك تروح تزورها فعلا. بالمناسبه انا عايز اقول لك واكد لك كمان بعد ما خدت الرحله، انا ما كنتش متاكد ان هيبقى في حمامات عموميه في كل حته. استراليا فيها حمامات عموميه في اي مكان رحناه في استراليا، في وسط اللاشيء بتلاقي فيه حمام عمومي موجود دايما. وان انت اساسا اكتشفت ان احنا ما كناش محتاجين ان احنا نشتري كرفان في حمام، وكنا ممكن نكتفي بكرفان في سرير ومطبخ بس دي من النقطه اللي انا حبيت اوضحها. لو حب يخوض التجربه تاني، انت مش مضطر انك تشتري حمام في شاور كمان، لان فعلا موجوده حمامات في كل حته في استراليا. دي ضريبه انت بتدفعها، الضرائب بتاعتك، وبتاخدها كلها خدمات في الاخر. اماكن التخييم دايما اللي هي بره المدن الكبيره، واللي انت بتسافر عايز تشوف استراليا بره المدن، لان المدن كلها متشابهه مش هتلاقي فيها اي اختلاف. الجمال وجمال الطبيعه في استراليا في كل ولايه هو بره المدن. فالتخييم اغلب التخييم بره المدن في الاغلب بيكون ببلاش تماما، او انك بتدخل حاجه زي ناشونال بارك، ودي مناطق محميات طبيعيه بيكون فيها اماكن التخييم تبع الحكومه باسعار رخيصه جدا، يعني ممكن $6 في اليوم. في بيبقى دايما حاجه اسمها اونستي بوكس، يعني صندوق امان، بتدخل انت بتحط رقم العربيه بتاعتك وبتسيب $6 وتقعد في المكان دوت، تقدر انك تخيم فيه يوم او 2 أو 3. واغلب الاماكن التخييم ببلاش بيبقى دايما في الاغلب هو حاطط ليميت للستاي بتاعك، ان انت ما تقدرش انك تقعد في المكان دوت اكتر من اسبوع او اسبوعين في الاغلب، لان في ناس ممكن بتيجي وتستعبط وتفضل عايشه هناك على طول. ففي هناك دايما كل مكان بتروحه المكان تخييم بيبقى فيه واحد مسؤول عن المكان ده اسمه الرينجر، وده راجل بيكون متعين من الحكومه، وهو المسؤول عن المكان، هو اللي بيتابع وبيشوف كل الخدمات اللي فيه. زي ما اتفقنا قطعنا اكتر من 36,000 كيلومتر في 6 ولايات، كل ولايه مختلفه عن الولايه الثانيه. مجرد ما بتدخل في ولايات تلاقيها خضراء، ولايات صفراء، ولايات لون الطبيعه فيها احمر، بتلاقي كل فعلا ولايه مختلفه. ومش بس كده، انت بتلاقي ان الولايات بتبدا فيها القوانين نفسها بتختلف. زي مثلا هتلاقي رحنا ولايات كل الولايات تقريبا وشفنا طبيعتها المختلفه زي ما اتفقنا. في ولايات هتلاقي زي مثلا رحنا الولايه اللي هو الاقليم الشمالي تلاقي لونه احمر، وزي ما في فيديو انا شارح فيه اهم معالم استراليا الاثريه، ويا ريت تدخل تشوفه عشان تتعرف على اهم معالم استراليا التاريخيه واللي اقدم حاجه فيها من ملايين السنين، موجوده مثلا في الولايه الشماليه ولونها احمر.
تنزل تحت شويه توصل لولايه جنوب استراليا، واللي دي اللي فيها مدينه اديلايد، دي من اجمل الولايات، الجو فيها بيكون بارد شويه. تمشي تحت بس ايه في مناطق اللي هي البننشنا، من اجمل المناطق اللي احنا قدرنا نخيم فيها على المحيط على طول، وبتنزل فيها الميه بصراحه هي جميله جدا. بس احذر ان اسماك القرش الابيض موجوده برضه بكثره في المكان ده. واحنا بنقطع المسافه ما بين ولايه جنوب استراليا داخلين على ولايه شرق استراليا زي ما انت شايف في الخريطه. انا عايزك تفهم تضاريس البلد دي ماشي، علشان اللي عايز يجي استراليا واللي عايز يشوف استراليا لازم يفهم قد ايه البلد دي كبيره قوي قوي قوي، والمسافات ما بينهم بتبقى طويله، وبنقعد بالايام عما بنوصل من ولايه للثانيه. فمثلا الطريق ده اخذناه من ولايه جنوب استراليا لحد ما وصلنا لولايه شرق استراليا. بتعدي على ستريتش زي ما انت شايف في الفيديو ده من اجمل الطرق اللي موجوده في العالم. الاستريتش اللي هي الطريق دوت بيعدي على محيط كليفات زي ما تقول كده، جبال مقطوعه بشكل رأسي رهيب، شكلها يعني سبحان الله بجد، يعني من اجمل الطرق اللي احنا عدينا عليها في المنطقه دي. وبرده زي ما انت شفت كان في اهم الظواهر الطبيعيه، اغرب الظواهر الطبيعيه الموجوده في استراليا، وسبت لك فيديو هناك وهسيب لك الفيديو تاني في الوصف. وفي الفيديو ده احنا فسرنا ليه الظواهر الطبيعيه دي، واغلبها موجود في ولايه جنوب استراليا، اللي هي بالمناسبه مش مشهوره قوي الولايه ديت، هي معروف بس مدينه اديليد، بس للاسف محدش بيطلع بره المدن دي. بعد ما وصلنا ولايه شرق استراليا، زي ما انت شايف في ولايه شرق استراليا اجمل شواطئ العالم بدون نقاش. لاكي باي ده من اجمل شواطئ العالم. اسبرنس مدينه اسبرنس دي من اجمل مدن استراليا، بس للاسف الشديد جدا ان الشاطئ ده اكتر شاطئ موجود في كل استراليا اللي موجود عليه اسماك القرش، ودايما لازم تحذر من النزول الميه، وهتلاقي دايما ان في علامات تحذيريه في كل مكان. الناس لسه بتنزل الميه، بس عاده بيقول لك ان بيبقى في ناس قاعده بتشوف ايه هي اسماك القرش اللي موجوده في البحر في المنطقه دي وبتحذرك منها. رحنا على مدينة بيرث، ودي من أجمل برضه المدن اللي أنا شفتها في استراليا، بس أنا مش هتكلم في الفيديو النهاردة عن المدينة مدينة، أنا بس بعرفك أنا إزاي سافرت كل استراليا، علشان الفيديوهات الجاية لما هبدأ أتكلم عن كل مدينة ما تجيش تقول لي أنت عرفت منين، أنا بعرفك أنا زرتهم كلهم إزاي النهاردة بس في الفيديو. تطلع تشوف الطبيعة بتبدأ تختلف تاني في شمال ولاية شرق استراليا. في المنطقة دي بترجع انها بتتشابه جدا مع الاقليم الشمالي في استراليا، من ناحية ان الجو احمرار شديد جدا، بيبدأ ان الجو بيختلف وبيبدأ الرطوبة فيه بتزيد. المهم بعد ما قطعنا اللي هو 3 أضعاف نص قطر الكرة الأرضية، وبالمناسبة عشان تفهم المسافة دي قد ايه، المسافة من اسكندرية لأسوان 1000 كيلو، احنا قطعنا 36,000 كيلو، بس عشان تفهم المسافة اللي احنا بنتكلم فيها دي شكلها قد ايه بالظبط. لازم اوضح لك اكتر حاجه كانت مكلفه في الرحله دي كانت ايه. اكتر حاجه في الرحله دي مكلفه هي كانت الديزل او البنزين بتاعك. ليه؟ لان انت بتجر عربيه تانية، فحضرتك تعتبر ان انت بتحط بنزين لعربيتين مش عربيه واحده. فدي كانت اكتر حاجه مكلفه فعلا في الرحله دي كلها، هو موضوع الديزل. علشان كده كان دايما معانا جركنين ديزل، وبنعبيهم دايما بارخص محطه بنزين بنقابلها من جوه المدن، علشان توفر علينا شويه بالنسبه لتكلفه الديزل. عايز اقول لك ان في نهايه الرحله الجميله دي، بعد 6 شهور عشنا في الكرفان دوت، قدرنا اننا نبيع الكرفان دوت بسعر $45,000. يعني احنا اشتريناه بحوالي 36,000 دولار وبعناه ب 45. قدرنا ان احنا بعد ما خلصنا الرحله وبعد ما اهلكناه ان احنا نبيعه بسعر اغلى. طبعا ده حسب السوق، بس هي دي الفكره، ان انت لو اجرت الفلوس بتاعتك كلها بتتحرق، فكان الاولى ان انت تشتري، ولما بتبيعه في الاغلب بتبيعه بسعر السوق. ودينا قدرنا ان احنا نعمل مع عليه مكسب، وفر علينا فلوس كتير من اللي اتصرفت في خلال الرحله دي. دلوقتي بعد ما قلت لك اللي هو ازاي سافرنا استراليا كلها بالطريقه اللي احنا شرحناها في الفيديو، قدرنا بعد ده كله ان احنا نوصل هي فين اجمل ولايه في كل استراليا. وده هيكون موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله، الولايه اللي احنا استقرينا فيها وخلاص قررنا ان دي احسن وانسب ولايه تكون الفوريفر هوم او البيت الدائم ليا انا واسرتي. وده موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، وهقول لك ايه هي احلى ولايه.